السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا غايه لاباس مهنيين وانتم تشوفوا هذا الفيديو تاع اليوم جبت لكم وصفه سهله وفيها فايده بزاف 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 مليحه. هذه الوصفه الكرموس وزيت زيتون مذكوره في القران، والتين والزيتون من اهم الفوائد تاعها. شوفوا الفوائد تاعها ما يتعدوش. الالم مفاصل، الغده الدرقيه، للفيتامين دي، نقص فيتامين دي، فقر الدم. شوفوا شيرات زعما فايده بزاف. لو كان جينا نعتمدوا هاد الوصفات لو كان كاع الناس راهي مليحه. المهم انا كان عندي هاد الكرموس النوعيه تاعه شويه ماشي مليحه بزاف، غسلتها غايه ونقطعه ونديره هيفور. انا سرعت لا فيديو باش ما يجينيش لا فيديو تاعي طويل. كما قلت لكم قسمته على زوج، قطعته ودرته هيفور. من بعد راح نجيب بقال تاع زاج ولا مهم حاجه تاع زاج صاي، ونفرغ الكرموس تاعي كاع. الشيرات كيما قلت لكم هاد الوصفه صحيه 100%. تقدي تاكلي مغرف الصباح وتخرجي تفوتي لا جورني تاعك مليحه بلا ماكله، تعطيك جهد، تعطيك ما تامنيش عقلك، فايده بزاف بزاف مليحه. وهنايا عندي الجاجلان اللي هو السمسم، تقدي تزيدي قرقاع، تزيدي زبيب، تزيدي سمر. انا درتها بالكرموس والجاجلان. ثاني الجاجلان فيه فايده بزاف 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 مليحه. ونفرغ عليه زيت زيتون ونبلعها ونخليها تترقد مليح وتولي ميم تعطيها لولادك ياكلوها. تاكليها نتيا اللي تكون هكا عندها عجوزها كبيره، امها كبيره عندها المفاصل تاعها يضروها عندها الالام، تعطيها لها بزاف بزاف. وصفه صحيه ومفيده، وكما قلت لكم مذكوره في القران. مادام مذكوره في القران فيها فايده بزاف. شوفوا لي كيفاش جات، وتخليها مادامها تترقد، مادامها الفايده تاعها تزيد وتزيد. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش بالجيم والبارطاج والكومنتير.